القصه ديال اليوم طرات في اسطنبول، وبالضبط في واحد المنطقه سميتها ايوب سلطان. وهذا الشيء كان في 2025. هذه تقريبا شي 8 شهور ولا 9 شهور من دابا. واحد الراجل كان دايز من واحد الطريق في ديك المنطقه، هو يبان ليه واحد الصاك مليوح في الجنب ديال الطريق. وكيف ما كتعرفوا اي واحد فينا شاف شي صاك مسدود، وخصوصا الا كان شي صاك نقي وحالته مزيانه، كيجي واحد الفضول وكيبغي يعرف شنو اللي كاين لداخل. هاد الفضول كيكون قاتل، وكتقول مع راسك هاد الصاك علاش مليوح هنا وهو باقي مزيان؟ واكيد شي واحد مودر ليه، ولا فيه شي حاجه اللي غاليه، ولا يقدر يكونوا فيه الفلوس. داكشي اللي كنشوفو في الافلام ديال العصابات اللي كيدبروا على الفلوس ومن بعد كيغلطوا وكيلوحوا الصاك. هذا الراجل غير شاف الصاك، وقف الطوموبيل ونزل كيجري، مشى حل الصاك. هو يتصدم، لقى فيه اجزاء واشلاء ديال الجثه ديال واحد البنت، وتخلع. وهنا هز التليفون نيشان وعيط على البوليس وقال لهم راني لقيت هاد المصيبه. وجاو البوليس، والمشكله اللي لقاو البوليس هي ان البنت كانت عريانه وما عندها حتى ورقه اللي كتبين الهويه ديالها. شدوا هذاك الراجل اللي بلغ باش هكا يحققوا معاه في التفاصيل، وصيفطوا الجثه للطب الشرعي اللي اكد باللي هاد البنت العمر ديالها ما بين 20 و 25 عام، وباينه من ملامحها باللي تركيه. بداو كيقلبوا في البلاغات ديال الاختفاء اللي تسجلات مؤخرا، ولقاو يلاه كاين واحد البلاغ عنده يومين ولا 3 ايام تقدمت به بنت سميتها اسراء، كتقول باللي ختها عائشه توغياز اللي عندها 22 عام غبرات. عيطوا ليها وغير شافتها عرفاتها، واخا كانت مقطعه. نهارت ختها وبدات كتبكي وكتغوت بسميه ديال واحد الشخص، وقالت لهم انا متاكده باللي هو اللي صفاها لختي، وراه سميتو جميل الكوتش. شكون هاد جميل الكوتش؟ نرجعوا بالقصه شي 6 شهور ولا 7 اللور. عائشه توغياز كانت خدامه ممرضه، ولكن كان عندها طموح كبير باش تولي فنانه ولا موديل، خصوصا انها كانت زوينه بزاف وعندها كاع المواصفات. كانت مهتمه بزاف بالسوشيال ميديا، ودارت بزاف ديال لي كونت، وبدات باغا تدخل لهذا العالم وتخرج من التمريض. وهي في داك الحماس تواصل مع واحد الشخص اللي قدم راسو بسميه الجيم، وقال لها انا راجل لاباس عليا وخدام في مجال ديال الفن والانتاج والمونتاج، وعندي تجربه كبيره وغادي نعاونك حيت شفتك يلاه باديه. البنت تيقاتو وبداو كيتلاقاو، وفعلا هاد جميل كان راجل وسيم، ولكن كان كبر منها بزاف. وهاد الشيء ما كانش كيهمها حيت بغاتو غير يعاونها، ولكن مع الهضره وديما كيتلاقاو بدات كتبغيه، هو يوعدها باللي غادي يوصلها للقمه ويتقدم ليها بشكل رسمي. فاش مشى لدارهم وخا شافوه راجل محترم، رفضوا في البدايه حيت كبر منها بزاف، وخصوصا ختها التويميه اسراء اللي كانت كتقول لها راه مازال الحال انت مازال صغيره، صبري شويه. ولكن عائشه كانت مصممه وداروا الخطوبه الرسميه، ومشات سكنات معاه في الدار على اساس يوجدوا العرس. ملي بدات كتعيش معاه بدا كيبان الوجه الحقيقي ديال جميل، هذاك اللي كان ظريف وكيقول ليها غادي نعيشك في الرفاهيه، طلع عصبي وصارم بزاف وكيخلع. عائشه بدات كتكتشف باللي كاع داكشي اللي قال ليها على الفن كان كذوب، واكتشفت الصدمه ان هاد السيد كان ضابط شرطه وجراو عليه من الخدمه، وماشي اي ضابط، كان شاد بوست في اسطنبول وعنده شخصيه عسكريه اللي قاصحه بزاف، وكانت عنده نفوذ وضباط كيحكمهم. ودابا ما بقاش خدام، وحتى حالته الماديه مدهوره بزاف بسبب الكريديات، ولا كيغوت عليها ويضربها، وهي تقرر انها تنفصل عليه. هنا جميل هددها باللي غادي يقتلها ويقتل عائلتها كاملين، وقال لها واخا جراو عليا من الخدمه راه باقي عندي نفوذ وصحابي راهم ضباط. البنت ولات بحال السجينه في الدار، منعها من الخدمه وحتى من عائلتها. ولكن ختها اسراء ما سكتتش، كانت كتمشي لعندها وتفرض راسها باش تشوف ختها، واخا هو كان كيوقف لها عند الباب وكيقول لها راها ناعسه ولا راها في الحمام. اسراء ما كانت كترجع، كانت كتقول لي انا ختها التويميه وكنحس بها ومستحيل نسمح فيها. وفعلا دخلت وجلست مع ختها اللي كانت خايفه، ولكن بدات كتعاود ليها على كل شيء. وفي شهر 6 من 2025 عائشه حطات فيديو في السوشيال ميديا كتقول فيه انها كتحس باللي النهايه ديالها قربت، والا شفتوا هذا الفيديو فعرفوها انها ماتت، وراها خايفه من التهديدات ديال الشخص اللي هي معاه في علاقه. اسراء غير شافت الفيديو طارت عند ختها وخرج لها جميل
وهو متوتر. قال لها راه عائشه خرجت تخدم. وهنا اسراء شافت الصاك ديال اختها والصباط ديالها حدا الباب، وقالت ليه كيفاش خرجت وحوايجها مازال في الدار. هو يسد الباب في وجهها. اسراء مشات تجري عند البوليس وعاودت لهم كل شيء، وقالوا لها اختك راها كبيره وما عندناش دليل باش نشدوا راجل اختك، وهذا الشيء غير شكوك. وملي عرفوا باللي كتهضر على جميل الكوتش اللي كان القائد ديالهم، بداو كيتماطلوا وكيقولوا لها انت يمكن سكرانه ولا واخده شي مخدرات. وحفظوا الشكوى وعيطوا لجميل، قالوا ليه راه خت صاحبتك جات كتشكي. وبقاو هكا ايام، واسراء كتمشي لعند البوليس وكيجريو عليها حتى وقعت الكارثه، ولقى الراجل الصاك في منطقه ايوب سلطان. ملي لقى البوليس الجثه وتعرفت عليها اسراء، هنا القضيه كبرات وما قدروش يغطيو عليها، خصوصا ان الصحافه والناس كلهم عرفوا. ولقاو القبض على جميل، وفي الاول انكر وقال لهم انا راه ما داير والو. دخلوا للدار ولقاو الريحه ديال لي بارفان مجهده بزاف ومخلطه مع جافيل والمواد ديال التنظيف. ولقاو ان الحيط عاد مسبوغ. واخا هكاك الادله الجنائيه فحصوا الدار ولقاو باللي واخا عاد صبغات راه كاين اثار ديال الدم ديال عائشه مطليه كامله في الحيط. ملي واجهوا جميل بهاد الدلائل قال لهم واحد الكذبه، قال لهم باللي عائشه جات سكرانه داك النهار وطاحت من الدروج وماتت، وباللي راه خاف وقطعها ولاحها. ولكن الطب الشرعي كذب هاد الشيء واكد باللي البنت عمرها شربت الكحول. والصدمه الكبيره هي ان هاد جميل الكوتش كان ديجا متابع في واحد القضيه من 2023 فاش اتهموه باللي لاح واحد البنت سميتها فيروز من الشرجم وماتت، وكان خارج غير بكفاله حيت ما كانوش ادله كافيه. فاش تزير دابا اعترف بكل شيء، اعترف باللي قتل عائشه حيت بغات تفرق معاه وبسبب الفيديو اللي حطات، واعترف بانه قتل ديك البنت الاولى. وهنا المحكمه حكمت عليه بالسجن المؤبد وزادوه 15 عام بسبب التعذيب والاحتجاز. وحتى دوك 8 ديال البوليس اللي كانوا صحابه واللي عاونوه وتماطلوا في البلاغات ديال اسراء وكانوا كيعطيو الخبر، حتى هما تحكم عليهم بالسجن ما بين 20 و 25 عام. وهذه هي قصه ديالنا، وخليتكم على خير.